اقرب حاجه، هل انت تقدر تسجل في الشارع، تقف في الشارع وتسجل قدام الناس؟ يعني لا زالت عاده التجمع في الشارع من الاشياء اللي بتتعب الفنان في التصوير. طبعا. يمكن في الخارج بيبقى شيء عادي. هو في الخارج في تجمع بس مفيش الفاظ بذيئه، ودي بتفرق كتير قوي قوي قوي. لما اسمع انا كلمه جارحه طبيعي انا اعصاب، يعني طب ادي ازاي اما الاقي واحد مثلا من كتر اعجابه فيقول لفظ سخيف مثلا، بالتالي بيخرجني وعايزه كروت المشهد خليني امشي. طبيعي. فده بيبقى على حساب الفنان وعلى حساب الجمهور اللي بيتفرج. بيختلف التعليق الجارح اللي بتسمعيه ده لما تكوني في صاله في سينما بيعرض لك فيلم وبتأدي شخصيه معينه ويصدر التعليق ده احيانا بيبقى جارح برضه ولا بتتقبليه بشكل اخر؟ انا عايزه اقول على حاجه بقى، مع الاسف الشديد دلوقتي انا طبعا ما بشوفش افلام عربي، وانا يعني بقولها بثقه، واللي يزعل يزعل ما يهمنيش. يعني الموضه الجديده اللي احنا دلوقتي اتبعناها، يعني قلنا العري وقدرنا عليه، يعني قلنا دي الموجه الجديده والعالم كله بيقلع ونقلع احنا كمان. انما كنا ان احنا نشتم ونقول ان على ابوك ابن كلب في الافلام دي عيبه كبيره قوي. ده بقى موجود السب والشتيمه والالفاظ دي بقت موجوده في السيناريوهات دلوقتي وفي الافلام وفي ممثلين بيقبلوها. واين الرقابه هنا؟ انا كنت مره اتذكر ان انا كنت بعمل لا انام، وكانوا حاطين واحد من الرقابه في البلاتو عشان ما نعملش حاجات واحنا ولو اننا ما كناش بنعمل حاجات خارجه يعني وقتنا، انما برغم كده كان فيه. النهارده لما اسمع تيجي بنتي مثلا من السينما او اصحابها ويقولوا مش عارفه مين بتقول له يا ابن الكلب، ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقولها دلوقتي وانا متضايقه، انما ده احنا مفروض بنقول ان السينما دي تهذيب زي السجن. انا مش عارفه اشكرك ازاي. على ايه؟ على حكايه الدكتور اللي الفتيها ولحنتيها بالسرعه دي. انا ما عملتش كده عشان خاطرك. امال عشان خاطر مين؟ عشان خاطر ابويا المسكين. انا عارفه ان ليكي علاقه بواحد وفاهمه حكايه التليفونات والخروج، لكن مش قادره احطم حياه بابا مره تانية. اسمعي، انت عارفه ان ابوكي بيحبني ولا لا؟ وانه سعيد معايا ولا لا؟ خلاص كفايه عليه كده. عندك حق، الغلطه غلطتي. المره دي الصدمه مش هيستحملها، عشان كده انا ساكته غصب عني ومش قادره اتكلم. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ اصل ناديه مش عجباني اليومين دول، حابسه نفسها في البيت، لا بتخرج ولا بتشم الهوا ولا بتزور حد. ليه كده يا ناديه يا حبيبتي؟ خلي بالك من نفسك. انا هخليها تخرج غصب عنها، وحياه ناديه تحجز لنا بكره ترابيزه في الاوضه. يا سلام عليك يا كوثر وعلى حنين. بدورها الاجتماعي، يعني الشاب المصري بيشوف نفسه في الفيلم. لا 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 ابدا. لازال مش لازال بقى. لا، احنا كنا الاول بنهدف لحاجه، بنقول عيوبنا وحسناتنا وبنعالجها. دلوقتي المواضيع اللي الواحد بيسمع عليها او بشوفها في التلفزيون ببقى مش فاهماها. يعني لو ما كانتش الكاتب كبير، ولو ان في كتاب كبار برضو ساعات بتشط كده، العيب مش منهم. يقول لك العيب من اللي ما دام انا بعت الروايه يعملوا فيها اللي هم عايزينه، وده غلط، غلط كبير جدا، لانه ده اسمه. الناس بتفاجئ بحاجه تختلف تماما عن كتابه او عن مسلسلاته. فيعني احب اقول انه لما الكاتب الكبير يسيب، امال الصغير هيعمل ايه؟ لصوص وحراميه وقطاع طرق وصينيه بطاطس وكلاب وولاده كمان، ده شيء لا يطاق. لا يطاق ليه يا سيدنا؟ احنا كلنا اتولدنا كده، ولا انت امك بضتك في بيضه؟ حياه البلاتو بالنسبه لهند رستم اما بتغيب عنه مده طويله وتدخل البلاتو بعد كده بتحس بألفة وانها يعني كانت في غربه كده ورجعت. لا مش صحيح ابدا. بحس بقرف. ده من زمان ولا حديثا؟ لا حديثا. لان سحنا على بعض. انا ما احبش السيحان اللي على بعض ده، احب كل واحد يعرف مكانته الفنيه والادبيه.
يسموها عجرفة، يسموها زي ما يسموها. انما احنا اتخلقنا كده، اتولدنا كده، ان احن عندنا الكبير يحترم الصغير. عندنا لحد النهارده شبان ما يقدروش يشربوا سيجاره قدام ابوهم. انا ما بقولش كده، انما بقول كل واحد، ولو ان في واذكر بالاسم. يعني عندنا مثل للادب وللذوق، محمود ياسين مثلا، شاب في غايه الادب، نور الشريف. الغريبه ان الشبان الرجاله مؤدبين قوي. والله العظيم يا سعادة البيه ما كان قصدي أكل. ظروف اللي عملت كده. شوف يا عبد الله، انا مستعد اديك اي فلوس. تبقى حضرتك لسه مش مصدقني. بصراحه كده احنا مش مصدقينك. انا بريء وربنا المعبود بريء. العلاقات بين الوسط السينمائي والنجمات مقطوعة ولا هي بطبيعتها في دنيا السينما كده؟ بالنسبة لي أنا طول عمري بعيد، يعني أحبهم قوي، في احترام بيني وبينهم. بس تستغرب لو قلت لك مثلا أنا ما أعرفش مثلا فنانة ماجدة ساكنة فين، أو نمرة تليفونها كام، أو يعني شادية مثلا، أو إلى آخره. أنا من طبعي بعيد. يمكن ده لحكم إن الواحد بيشتغل فمش عايز يبقى في نفس الجو في حياته الخاصة وفي حياته العملية. يصح يعني. يمكن من ملامح حياتك الخاصة الاهتمام بتربية الكلاب. يصح. أنا بحبهم أوي. ويمكن وأنا داخل وقبل التسجيل بقول لك يعني أنت بتحبيهم يعني أكتر من أحسن من البني آدمين. قلتي بحماس شديد قطعا. أيوه. إيه اللي بتشوفيه في الكلاب ده، يعني أو إنك اللي بيزهقك من الناس وبتشوفي إنه مش موجود في الكلاب؟ أقول لحضرتك على حاجة. الأم بتربي ابنها أو بنتها علشان فيما بعد، والأب نفس الحكاية. يعني إيه فيما بعد؟ لحد ما يكبر يعني. لحد ما يكبر، وإذا احتاج حاجة ملتزم بيه طبعا. أدي أقرب شيء، الأم والأب والابن. الكلب لأ. الكلب إذا اديته ياكل يقول لك ميرسي، ما اديتوش برضه حبه ليك ما بيتغيرش. حاجة تانية، لما بيخش عليك أي واحد شرير أو ناوي شر، الكلب يا يتقتل يا يموت يا يموته، ما عندوش تاني يعني. فين دي فينا احنا؟ يعني النهارده أنا هقول لك أهلا وسهلا، وأنا في بيني وبينك مصلحة، وانت نفس الحكايه، وغيري وغيري. انما الكلب عمره ما بيبقى بينه وبين صاحبه اي مصلحه، بيبقى وفي. وبعدين انا اعرف انهم عملوا عنه اشعار كتيره جدا. ما فكرتيش تعملي فيلم مع مجموعه الكلاب الكتيره اللي عندك؟ فكرت الحقيقه، بس اجمل كلب كان فيهم مات. زعلتي عليه؟ زعلت. انا قعدت حوالي شهرين بمهدئات وحاجات كده يعني. في مساجين كتير لما شافوا القطر ده لأول مرة فكروا في اللي انت بتفكر فيه دلوقتي. يلا على شغلك. بتصعب عليكي الافلام السينمائيه او الفيلم اللي بتتعبي فيه وما ينجحش، بيصعب عليكي بنفس الدرجه اللي صعب عليكي كلبك لما مات؟ لا، انا بيصعب عليا كلبي اكتر. اكتر من السينما طبعا. لان انا بقدر الوفاء، والنهارده لما بتلاقي صديق وفي بتستغرب. فالوفاء ده أسمى وأجمل حاجة. نقول إنه حياة السينما بالنسبة لهند رستم، نقول حصلتها كام فيلم؟ 123 فيلم. سعيدة بكام واحد بكام فيلم فيهم؟ لا مش كتير، يعني أقدر أقول يمكن من 10-15 يعني.
نقول ال10 ال15 دول كانوا في اوائل اشتغالك بالسينما ولا في الاول؟ جزء في الاول، وده انا فخوره بيه جدا، لان اللي يبتدي في الاول جد والناس تاخد فكره عنه انه بيأدي جدي فعلا، اللي هو كان الجسد ورحمه من السماء، من الافلام اللي اعتز بيها، يعني افلام كبيره خد بالك. وفي الاخر اللي هم بقى السري بتاعي، امرأة على الهامش، الوديعة، شفيقة، راهبة، خروج من الجنة، اللي دول يعني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لو اعرف انك جاي كنت فرشت لك الارض ورد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحب تاكل دلوقتي؟ ايوه لو سمحت، بس عايز كوبايه ميه ساقعه. حاضر. اتفضل. ياه، دي تلج. الا قولي لي، راس النبي بعيد عن هنا؟ ابدا، خطوتين. يا سلام، ده منظره يجنن. تحب تتفرج عليه؟ بتوع السياحة اللي زيك لازم يعرفوه ويفرجوا عليه السواح. تحب تروح؟ يلا. بس مش هتعبك؟ ابدا، تكرم عينك. يلا بينا. يلا بينا. أدوار الإغراء بالنسبة لهند رستم في قطيعة بينها وبين الأفلام دي دلوقتي؟ أصل أدوار الإغراء بالنسبة لهند رستم كانت بتعالج مشاكل، مش كانت بتثير الناس. يعني هند رستم أخذت لقب ملكة الإغراء. أفلامي بتتعرض، شوفها إذا كان فيها عري ولا لا. ده في ايدك يا ست الكل. عليا النعمة أحلى كشك دقته في حياتي. اللي بتاكليه ده بالعيش ده مهلبية مش كشك. كله طبيخ. طب اقعدي كلي لحسن اللقمة تقف في زورك. تقف في زورك؟ طب ده أنا عمري الأكل ما هيقف في زوري. أصل شايله له اللوز. في نجمات ممكن يعملوا الإغراء اللي كان بتعمله هند رستم، ممكن يعملوه النهارده. وبكل فخر كده وثقة قوي، ولا هيجي، لأنه في مثل روسي بيتقال: الفنان لما بيموت ما بيجيش بداله. نقول أنسب المخرجين في السينما اللي يفهموا هند رستم ويستطيعوا ان هم يفجروا كل طاقتها على الشاشة. كان حسن الإمام. ومين بعد كده؟ الحقيقة فيه يعني، بس في واحد ما اشتغلتش معاه، 2 ما اشتغلتش معاه وكان نفسي قوي اعمل معاه، اللي هو البرنس، انا مسميه البرنس كمال الشيخ، والفنان حسين كمال. نقول هند رستم علاقتها بالمسرح ايه؟ الحقيقة دي بقى الحاجة اللي خارجة عن ارادتي بقى. ليه؟ انا نفسي اشتغل في المسرح قوي 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 قوي، بس هنا بقى اقف اقول فياض منعني ان انا اشتغل في المسرح. بس يعني اعتبارات عائلية بحتة تماما. انما تحبي حياة المسرح والتمثيل على المسرح؟ مش ابقى على طول، لا، انما نفسي اقف على المسرح، لان انا وقفت على المسرح قبل، بس في البداية يعني ما كانش يهمني، انما دلوقتي نفسي اقف على المسرح وانا هند رستم. هند رستم ممكن لو وقفت على المسرح تكون استعراضية، يعني تغني وتمثل وترقص وتتحرك الحركة السريعة اللي طبعا، لان انا بحضر مسارح بره كتير، فبشوف حاجة وببقى قاعدة مغمضة كده اقول نفسي احنا يبقى عندنا ولو مسرح واحد زي ده. تعتقد ان احنا عندنا نجمة بتقوم بالدور ده في المسرح؟ لا
خالص؟ لا ما لحد فيش. دلوقتي لا ما فيش. نقول هند رستم بالنسبة لأدوار اللي تناسبها النهاردة تفضل دور ايه؟ افضل دور ايه؟ اصل مش هقدر اقول لك الام، لان انا عملت ام وانا عندي 18 سنه. ف الدور اللي احس انه فيه اعماق، في حاجه بيقول حاجه، بيعالج حاجه ليها. السينما النهارده بتقدم ايه؟ السينما العربية بشكل عام بتهتم بالهدف ولا بتهتم بالشباك؟ لا دلوقتي الحقيقه وده حظها كويس ان النهارده الفيلم الامريكي يعني يعتبر انه مش موجود، فبالتالي بنحاصر الناس على الافلام العربيه وبنقول لهم لازم تتمسكوا بالافلام العربيه. فالحقيقه الشباك النهارده بيشتغل اي حاجه، يعني بيجيب ما شاء الله ايرادات خرافيه. هي سينما موضوع ولا سينما شباك؟ لا سينما شباك. هند رستم بتشوف كم فيلم في الشهر وكم مسرحيه؟ لا افلام سوري، ما بشوفش افلام ابدا عربيه بقالي دلوقتي 13 سنه. ومسرحيات؟ مسرح كتير، احب المسرح، بحس انه عمل جدي. يعني من الحاجات اللي احب اتفرج عليها قوي اولا يعني هيكل يوم بقعد بتفكرني بالريحاني، يديني طبق تارت حلو ومليان مسامير، فانا بعجب جدا بمواضيعها ومش بس بيها، يعني بتقديري لها انها على طول اتغيرت وابتدت تشوف حاجه محترمه، حاجه سياسيه، حاجه جميله في اطار كوميدي لطيف، عمل مجيد صحيح. انا عارفه كويس هم جايين هنا ليه. طب جايين ليه؟ عشان ياكلوا بجد. مش هنخلص احنا من عبارة الجد بالنا احنا وملك الجد والتاكل ومش بتاعنا بالنا. ايوه جدي والتاكل ومش بتاعكم انتوا مالك. ايوه احنا ما اكيد. ايوه. طب خد بالك بقى منك. انا من السعاده ما عادش خوف عليا. ليه بقى؟ اصل انا زمان كان عندي جد. والتاكل؟ ايوه ومش بتاعك. ولا نعرف. ده منت. ليه؟ الوقت ما زال قاعد، طول ما هو قاعد هياكل ويهضم وياكل ويهضم وياكل، بس احنا ما عادش عندنا حاجه تتاكل. نجم الكوميدي اللي تحب تمثل قدامه هند رستم على المسرح؟ والله هو كل واحد له اسلوبه. يعني فؤاد عبد المنعم ابراهيم، يعني مع الاسف عبد المنعم ابراهيم مش واخد حظه. نسيم تشكل مهموم ولو انه فنان كوميدي ودراما عظيم. استاذ هنيدي لطيف، استاذ محمد عوض، يعني كل واحد، يعني الحقيقه كل واحد له الكاركتر بتاعه. نقف مع هند رستم ونقول الكاتب المفضل اللي تحب تقرا له وتحب تعمل قصصه في السينما. اللي احب اقرا له قوي وبيعجبني جدا لانه بيقول حاجات في بعض اوقات الام ما بتقدرش تقولها، الاستاذ حسين عبد القدوس. اللي احب لانه بيعمل حاجات ما تنفعش سني. اللي احب اعمل حاجه له استاذ نجيب محفوظ. ايوه انا تشرفت، كل تقديري واعجابي. ميرسي. مفيش افلام جديده؟ في افلام لكن ما فيش اخلاق. عندك حق، الاخلاق اتعدمت، الاخلاق اصيبت بانهيار عصبي. طب نقول انسب النجوم اللي ممكن النهارده يقفوا قدام هند رستم في ادوارها على الشاشه مين؟ من الجداد ولا من القدام؟ نقول من الجداد والقدام اللي انت تشوف النهارده ان هم انسب الوجوه ان هم يكونوا قدام هند رستم في ادوارها السينمائيه النهارده. اقول لحضرتك على حاجه بقى، الحقيقه الجداد بحس بخوف، يعني بحس وانا واقفه قدام واحد منهم بحس انه مرتبك. ده طبعا تقدير مفيش جدال، يعني انه عامل حساب انه في فنان قدامه عمل شيء، فبالتالي مبقاش واخده عليه، عارف يعني بحس ان انا
طب هتصرف معاه ازاي؟ هو لسه في بداية حياته ولسه بيبتدي الناس تقول انه نجم الشباك. عشان تفرق كتير بين نجم وبين ممثل. فاحنا لحد دلوقتي عندنا نجوم مش بطالة. انما اللي احب يعني في 2 نور الشريف ومحمود ياسين. نور الشريف بيفكرني بشكري. من ناحية ايه؟ ناحية نور قاري كتير قوي، وبعدين بيهتم قوي بالصغيرة والكبيرة، وده بيبقى مهم جدا بالنسبة للفنان. محمود صوته في غاية من الجمال الحقيقة، يعني صوت حلو 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 حقيقي. بيفكرني بالأستاذ عماد حمدي أول ما بدأ صوت، وبعدين مع الوقت ابتدى يتحول الصوت ده إلى فنان عظيم. كمال، اوعى تكوني اتضايقت من كلام بابا. لا يا شيخ، انت فكرك ان باباكي بس هو اللي كده؟ هذا كله. طب هتجيب حاجاتك هنا امتى؟ وده معقول يا مديحه؟ وليه لا؟ ما اقدرش. انا كل اللي محتاج له مكان صغير قد كده اشتغل فيه، مش محتاج للهو الفظيع اللي انت قاعده فيه ده. ادفع ايجاره يا سيدي. ايجار للمكان ده كله؟ طب منين؟ ما تخافش، ايجار رمل. لا مش معقول. كمال، يبقى انت مش عايز تشتغل. مديحه، انا عايز اشتغل. نقول هند رستم اول يوم تصوير الفيلم بتقول ايه؟ ببقى خايفة جدا قوي 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 قوي، ببقى اعصابي مشدودة جدا. واخر يوم تصوير؟ كنت الاول اخر يوم تصوير اعيط وانا خارجة من بلاتو، اعيط حقيقي، لاني حاسة ان اسرة عشرتها شهرين وكنا قد كده بنحب بعض وقد كده بنحترم بعض وقد كده كل واحد عارف فين وامتى واين يتكلم. النهارده وانا قاعده ببقى ببص كده باستخفاف واقول يعني اتمنى انه الفيلم يخلص بسرعه بقى. يا ترى انت فين؟ خفت مني؟ افتكرتك تهت. قالت: وما أحلى ما قالته، وما أسعدتنا به في مشوار حياتها السخي بالفن المحترم الراقي.